رحمته، وكيف أشار إلى أنها سبب الجمع عليه وعدم التفرقة لديه. وقت حاجاتهم ما دام في وسعكم بالمال والنفس والقول، وليكن العلم لديكم أهم وأقدم، والطالب الصادق أحب وأكرم. وابغوا رضا الله تعالى في كل الأمور، وارضوا بقضاء تعالى في النفس والسرور. وأوصيكم أيضا ما أوصى به سيد الأنام فيما روى معاذ رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار ولين الكلام وبذل السلام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب. سمع الله لمن حمده.